عندك في الموبايل 3 حاجات لو وقفتهم هتوفر من باقة الانترنت الشهرية حوالي 40%، فتعال اعرفك عليهم. تابع الشرح. اولا ورقم واحد، هتخش عندك في الموبايل على اليوتيوب، وبعد كده تدوس من تحت على صورة الحساب وتخش من هنا على الاعدادات وتروح لاعدادات عامة. هتلاقي حاجة اسمها التشغيل في الخلاصات، هتدوس عليها وهتعلم على متوقف، وكده اليوتيوب مش هيستهلك منك اي ميجا زيادة الا اللي انت بتتفرج عليه يدويا بس. رقم 2، عندك في الموبايل هتخش على متجر بلاي وهتدوس على صورة الحساب وهتخش على الاعدادات وهتخش على الاعدادات المفضلة للشبكة، وهنا هتوقف حاجتين. اول حاجة التحديث التلقائي للتطبيقات، هتعلم على عدم التحديث وهترجع وتروح لتشغيل الفيديوهات تلقائيا، هتخليها برضو عدم التشغيل. وبالشكل ده التطبيقات اللي عندك والالعاب والتحديثات بتاعتهم مش هتستهلك ولا ميجا زيادة في الخلفية. رقم 3، عندك في الموبايل هتخش على الفيسبوك وهتدوس برضو على صورة الحساب وتروح للاعدادات والخصوصية ثم الاعدادات، وفي الصفحة دي هتنزل تحت شوية لحد ما توصل لحاجة اسمها الوسائط، وهنا هتعلم خيارات توفير البيانات بالشكل ده، وفي الخانة اللي تحتها دي هتعلم برضو على عدم التشغيل. وبالشكل ده اثناء ما بتتصفح الفيديوهات على الفيسبوك مستحيل فيديو يشتغل بشكل تلقائي ويستهلك الباقة عندك. بالشكل ده اثناء استخدامك للجهاز والتصفح على الانترنت الميجات اللي كانت بتروح بالفاضي هتتخزن عندك، لانك في الحالة دي مش هتستهلك حاجة غير التصفح الخفيف والحاجة اللي انت هتشغلها. وبكل تأكيد في نهاية الفيديو صلوا على النبي.